يا مساء السعادة عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ايه رأيكم بقى النهاردة؟ تعالوا نعمل مع بعض القشطة، احلى حاجة في حلاوة المولد. بصراحة انا بعشقها جدا، وولادي بيموتوا فيها. كل ما اعمل كمية يقولوا لي ما كناش ما لحقناش. طب اعمل ايه انا بقى؟ عايزة اصور يا ولاد، مفيش اي فايدة، ما بلحقش اي حاجة علشان اصورها. لكن اخيرا خبيت حبة كده على جنب علشان اصورها لكم واوريها لكم. القشطة دي اسم على مسمى، صدق اللي ايه بقول لكم ايه، تعالى اما اوريكم. شايفين الحلاوه؟ شايفين الجمال؟ مش عارفه هي واضحه عندكم كده ولا لا. بصوا بصوا بقى، شايفين؟ بصوا حلوه ايه. بصوا المطه، شايفين؟ شايفين الطعامه؟ شايفين الكياته؟ يا لهوي، ايه ده؟ ايه ده؟ مزيكا بتحصل جوه. يلا بينا بسرعة نصلي على الرسول ونروح نشوف مقاديرنا والطريقة على طول. هنحضر أول حاجة الصينية بتاعتنا، هنجيب كيس من بتاع التلاجة ونحطه كده فيها، ونبتدي نفرد جوز الهند فيها. وبعد كده هنحط فواكه مجففة، تقدري تحطي اللي انت عايزاه. نركنها بقى على جنب ونعمل السيرب بتاعنا. عبارة عن كوبايتين كبار من السكر، وعليهم نص كوباية من المية، ومعلقتين كبار مليانين من عسل الجلوكوز. انا استخدمت يا جماعة في المعيار المج بتاع الشاي اللي موجود في كل بيت. يعني كده الموضوع سهل وبسيط، مش محتاجين ميزان ولا اي وجع قلب. وبعد كده هنضيف معلقة كبيرة من الفانيلا السايلة او الفانيليا البودر اللي موجود عندك، ويلا بينا نرفعهم على النار ونبتدي بقى نعمل ايه الجيلاتين بتاعنا. معلقتين كبار مليانين هرميين من الجيلاتين، وده جيلاتين حيواني، عليهم نص كوباية من المية. نقلبهم كويس جدا لحد لما يبقى سايب بالمنظر دوت وما يبقاش فيه اي كلاكيع خالص. ويلا بينا نركنه على جنب ونكمل بقية الخطوات. في المرحلة دي السيرب بتاعي خد غلوتين، مش اكتر ولا اقل، يعني انا مش عايزاه يتقل ولا اي حاجة، يا دوبك غلوة، واول لما يبتدي ياخد الغلوة التانية طفينا عليه. في المرحلة دي بقى هنجيب العجان بتاعنا. طب هتقولي لي انا ما عنديش عجان، هقول لك استخدمي المضرب الكهربائي بتاع الكريم جانتيه، غير كده المضرب اليدوي مش هينفع معاكي نهائي خالص. في المضرب نزلنا بالجيلاتين بتاعنا، وعلى الهادي كده ننزل بالسيرب اللي احنا عملناه وهو سخن. وبعد كده نبتدي نعلي المضرب بتاعنا او العجان بتاعنا. في الاول هيبقى سخن وبعد كده هيبرد خالص، وفي المرحلة دي هيكون وصل للمنظر ده اللي انتوا شايفينه، وليه القوام زي الكريم جانتيه كده وليه عرق. شايفين يا جماعة المنظر؟ كده البولة بتاعتي بقت ساقعة خالص. على طول بقى نجري على الصينية اللي احنا جهزناها في الأول، وننزل بقى بالايه، بالقشطه بتاعتنا. شايفين القوام؟ ما شاء الله اللهم بارك، تحفه جدا. ما تطوليش عليها الضرب، اول لما تديكي العرق ده واللون ده يفتح كده تمام. لو زودتي عليها عن كده هتبتدي بعد كده تخرز معاكي، مش هتبان دلوقتي، هتبان لما تبرد وتيجي تقطعيها وتيجي تاكليها تبقى عامله زي السكر المخرز، ومش هيكون ليها العرق والقوام المظبوط. هنرش بعد كده جوز هند على الوش، وهنرش الايه، الفواكه المجففه. انا هنا عملت غلطه هقول لكم عليها بس خليكم معايا. نركنها بقى، انا عملتها بالليل وهنا ده تاني يوم على المغرب كده ابتديت ان انا اقطعها. هنطلعها من الصينيه بتاعتنا، وفي نفس الصينيه هنحط برضو الكيس ونحط كده نفرد فيه جوز الهند. هتقولي لي ليه جوز الهند تاني يا انجي؟ هقولك بس صلي على الرسول كده وخليكي معايا ودلوقتي هتعرفي. هنقطع بقى كده بالسكينه. شايفين يا جماعه؟ بكل سهوله ما شاء الله اللهم بارك. قطعي بقى الكميات اللي انت عايزاها او الاحجام اللي انت عايزاها. الغلطه اللي انا قلت لكم عليها حبايبي ان انا نسيت وحطيت جوز الهند الاول على الوش وبعد كده الفواكه المجففه. كان المفروض احط الفواكه المجففه الاول وبعد كده جوز الهند علشان ما تبقاش سايبه مني وتفك. الجوز الهند بقى اللي انا حطيته في الصينيه علشان نقلب فيه قطع القشطه بتاعتنا، علشان خاطر تتغلف من كل الجناب بجوز الهند وتبقى تمام وما تلزقش مننا في بعضها لما نيجي نشيلها. انا هنا عملت نفس المقدار اللي وريته لكم في اول الفيديو، عملته بس المره دي حطيت بقى بندق كده علشان خاطر اللي عايز ياكل كده ياكل، اللي عايز كده ياكل، نرضي جميع الاذواق. ودي كل الكميه اللي احنا عملناها. ما شاء الله اللهم بارك، طلعت معايا كميه كبيره جدا من كوبايتين سكر بس. حاجه كده موفره وسهله ولذيذه وطعمها تحفه. بصوا القوام يا جماعه ما شاء الله جميله. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير للفيديو، واقول لكم في رعاية الله، مع ألف سلامة.